الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكفره تكبيرا. الله اكبر الله اكبر وعدد ذنوبنا حتى تغفر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر مما نخاف ونحذر. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. واشهد ان سيدنا وحبيبنا واستاذنا ومعلمنا وقدوتنا وشفيعنا يوم الزحام الاكبر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سيدي وحبيبي وأستاذي ومعلمي وقدوتي وحزب فؤادي محمد بن عبد الله عليه وعلى آله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن الإسلام رسالة ثانية أرسل الله تبارك وتعالى بها خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وقد كان، فتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. وعني الإسلام بطهارة الظاهر والباطن من الأخلاق، يعني الأخلاق الذميمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولا خير في نسك لا يثمر حسن خلق، فإنما الأنفاق لتثمر محاسن الأخلاق. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تصلي وتصوم وتؤذي جيرانها قال: هي في النار. ومن أخطر الأخلاق الدفينة التي مكمنها أو محلها أو مناطها القلب هو خلق الكبر والعياذ بالله تعالى. وإن الكبر عصى إبليس ربه بالكبر فهلك، لكن عصى آدم ربه بشهوة فوجي له النجاح فاستغفر وتاب فتاب الله عليه. أما الكبر والعياذ بالله فهو مهلكة، وأي مهلكة. وفيما يلي نرى خطر هذا الداء العضال، الداء الدفين، لأن الأمر الظاهر يسهل تناوله ويكون على الإنسان سهلا أن يعالجه لأنه برأي عينه. أما السحر فهو دفين في القلب من أمراض القلوب ومن أدوائها ومن أخطرها. وقال العلماء: رب عين على من ابتلي به أن يداويه ويسأل الله منه الشفاء. أحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو الكبر؟ عرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال: بطر الحق وغمط الناس. تأخذ هذه القارورة، هذا الإكسير، هذا الكلم العظيم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: بطر الحق أي دفعه وعدم قبوله، واحتقار الناس ازدراؤهم والسقوط
منهم وما إلى ذلك وتنقصهم ومعابتهم إلى آخره. وتعالوا ننظر بتوفيق الله تعالى لنخلص بفائدة عظيمة أن يشفينا الله تبارك وتعالى من أدواء القلوب جميعا. الله تبارك وتعالى حذر من هذا الداء وبين أن مثواه جهنم. قال أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ولكن بعدما ماذا قال ذلك؟ أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب يوم القيامة لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فأنت الكبر إلى الكبر ثم إلى الكفر ثم إلى مثوى جهنم والعياذ بالله تعالى. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وصور الكبر كثيرة، منها عدم قبول الحق وإن كان له علم به. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. انظر للعاقبة الوخيمة التي ترتجف منها القلوب إذا سرنا في هذا المسار. فهل ينظرون أي فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تأويلا. وما كانت سنة الله في الأولين المكذبين للرسل كان التعذيب والإهلاك والخزي ثم المآل إلى جهنم في الآخرة. ولنحذر هذا الداء ولنضع هذه الآية نصب أعيننا. جاء النذير وبين يدينا الهدى فهلا نتبع الهدى. فمن أعظم موانع الانتفاع بالقرآن وسنة سيدي ولد عدنان وبالعلم جميعا هو الكبر والعياذ بالله تعالى وعدم قبوله. وكانت هذه الصفة صفة يهود فكانوا من الضالين، كانوا لا يقبلون الحق ولو صدون عن الحق فكانت عليهم اللعنة من الله تبارك وتعالى. أحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن صوره كبر بالنسب، أنا ابن فلان، أنا ابن كذا، أو من يتفاخر بأنه من الأشرار. وأي شرف بعد تقوى الله؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أفضلكم وأشرفكم وأرفعكم منزلة عند الله أتقاكم. ولو كنت تقي أيحق لك أن تفاخر وتكابر بتقواك؟ لا والله. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فليس لك أن تفاخر وتكابر لأنك تقي فتفضل نفسك على العباد. أحبة النبي صلى الله عليه وسلم مر رجل بحلة عظيمة أمام النبي وأصحابه فقال رسول الله ما تقولون في هذا؟ قالوا حليل إنك أن ينجح ويشفع أن يشفع وإن ثم مر رجل بأثوب بدني خلق قال ما تقولون في هذا؟ قال حليل إن نجح ألا ينجح ويشفع ألا يشفع، يعني لو كانت حجوز بنتي لحالته الرسة هذه. قال صلى الله عليه وآله وسلم هذا أفضل عند الله من ملء الأرض من مثل هذا. وتبخر رجل يوما فقال له عالم على رسلك أنا
وهو التراب، وفصلك تغسل منه الأبدان وهو المني الذي انفصل عن أبيه. فكيف يتكثر من خرج من مخرج البول مرتين، مرة من أبيه ومرة من أمه؟ أحبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى معرفا عباده حقيقتهم: ألم نخلقكم من ماء مهين، من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. ثم يقول الله تعالى في آية أخرى: ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا جاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه وأنه مخلوق من نطفة ومن علقة ومن مضغة كان في بطن أمه 120 يوما يجمع خلقكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يوصل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات إلى آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فليس للإنسان أن يتكبر بنسبه، وإنما ليس له أن يتكبر على الإطلاق بأي شيء. ومن صور الكبر التكبر بالمال، وهذا التكبر بالمال إذا أمعن العبد النظر في مال الله تعالى علم أنه إفضال من الله عليه وأنه فقير على الحقيقة في إنجاز الله تعالى. ومثل عظيم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خوف خوفة عند بيت المقدس مع أبي عبيدة، فأشفق عليه أبو عبيدة فقال مقالة عظيمة: كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام. أحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صور الكبر في العلم إنسان قد ينصح بحق ولا يقبل نصحا أو يكون عالما. قال فيه القائل: إذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي يسائل من يدري فكيف إذا تدري؟ جهلت ولم تعلم بأنك جاهل فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري؟ فإذا كنت من كل الأمور معميا فكن هكذا أصبت أخاك الذي يدري. ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري وأنك لا تدري بأنك لا تدري. أحبة النبي صلى الله عليه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فلا ترد المستغفرين استغفروا الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة نصح للأمة فكشف الله به أن الأمة تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يوفق للسير في نهجها والاستماع بها والاقتداء بها إلا سالك موفق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أحبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وفي هذه الآية نخرج أن ننذر من هذا الخلق الجميل الذي هو من ألواء القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صورة الذر يضعهم الناس لهوانهم على الله تبارك وتعالى، وهذا تحقيرا لشأنهم. فعليك أخي الحبيب بالتواضع، لأن كل خلق ذميم يعالج بمقابله ألا وهو التواضع. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. والكبر من أعظم الأمور التي تصرف العبد عن فهم الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أي الصرف الفهم عن فهم دين الله تبارك وتعالى. ومن ثم يكون الكبر وعدم قبول الحق، ولا أعرض عن الحق إلا صاحب كبر. وهنا نذكر قانونا عظيما في فهم الأمور. أحبة النبي صلى الله عليه وسلم،
إذا ما عرض أمر من سنة الله وشرعه أو آية من القرآن الكريم تسجد السماء على بعض الناس، قد يعرض قد يعلم عنها، ثم يتعلم بأن العقل لا يقبل، ثم يتعلم بأن العقل لا يفهم. واسمع أخي أن صحيح المنقول لا يتعارض مع صريح العقول كما ذكر ذلك العلماء، أي أن القرآن لا يتعارض مع صحة العقل قط أبدا، وما تعلل به المفكرون فإنما هو لسقم في أفهامهم، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بهذه الرسالة، وهو الذي أنزل القرآن، والإنسان صنعة الله تبارك وتعالى، الإنسان صنعة الله، فأنزل له القرآن والسنة ليحيا بهما في الدنيا ولينعم بهما في جنة الخلد في الآخرة. لكن إذا كان هناك ثمة تعارض لأمرين نفكر فيهما، إما لعدم صحة النقل كالموضوع والمكتوب وغيره من السنة، أو إما لعدم فهم العقل للنقل، إما لعدم فهم العقل للنقل، أي أن العقل لا يستطيع أن يفهم النقل. وفي هذا الأمر غيب كثير ممن أرادوا الليل من دين الله تبارك وتعالى، وإنما لا يفهم العقل النقل. لماذا؟ لعلل منها الكذب والعياذ بالله تعالى. والبصائر والأفهام تصاب بعوار وبأمراض وبحول كما يصاب البصر دائما إلى جنب، قد يصاب البصر بالعور وبالرمد وبالعمل وما إلى ذلك، وهذا هين يسير عليه أجر عظيم. أما إذا ابتليت البصائر والقلوب بالقتل والعمى والرام والرمد وما إلى ذلك من الأمراض الوخيمة التي تحول دون فهم الحق، أعرف الإنسان ظانا أنه يفهم دين الله تبارك وتعالى. فعندما لا يفهم العقل النقل لمرض فيه لا لصحة فيه، ويقول القائل قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وقد ينكر الفم طعم الماء من سقم، فهل رأيت صحيح العين يقر بالشمس وحقيقتها؟ إنما ينكرها. وهل رأيت ثقيل البدن يقر بلذة الطعام والشراب؟ وإنما ينكره ويقول هو مر. كذلك إذا ابتليت البصائر والقلوب في هذا الداء العظيم حال بينها وبين الفهم لدين الله تبارك وتعالى. ومن هنا كانت المخاطر الوخيمة التي وقعت على الأمة بسبب سقم البصائر والقلوب وما كان فيها من العلل القادحة، ألا وهي الكبر وهو أعظمها. أحبة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطهر قلوبنا، وما يكون بين الناس من مراء وجدال في أمور لا يعلم كثير من الناس حقيقتها. نذكر جواء لابن عباس. دخل ابن عباس المسجد بعدما كف بصره، فقال لتلميذيه الأمة أيقولان إلى حلقة المراء، وما أكثر المراء في هذه الأيام في أمور لا قائل منها، يعني الجدل، يعني أنا وأنت، يعني تقول كذا وأنا أقول ضدك، هذا هو المراء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا الزعيم بيت المراء في جنة من ترك المراء وإن كان محقا. قال أمة بي حلقة المراء، فلما وقف عليهم قال أما علمتم أن لله عبادا فضلاء، وهم العباد العلماء الأذكياء النجباء، غير أنهم إذا تذاكروا عظمة الله تبارك وتعالى خشعت لذلك قلوبهم وخرجت نفوسهم، بين استفاقوا من ذلك بادروا إلى الله بالأعمال الزاكية فانفضوا جميعا وتركوا المراء. أحبة النبي صلى الله عليه وسلم، إن المراء يؤدي إلى الكبر والعياذ بالله تعالى، ويؤدي إلى التباغض ويؤدي إلى التنافر، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. قال الإمام الشافعي يونس بن عبد الأعلى تواضعا منه بعدما اختلفوا في مسألة ذهب يونس وهو تلميذ للشافعي مغضبا إلى بيته، ذهب إليه الشافعي وطرق الباب قال يا يونس ألا يصلح أن نكون إخوان
وإن لم نتفق. نسأل الله عز وجل أن يؤلف ذات بيننا ويصلح فساد قلوبنا. اللهم إنا ندعوك براعة النساء وذل احتماء، نسألك مسألة الخائف من الضر البليد، ونشكو إليك شكوى المجتهد العليم أن تردنا إلى دينك ربا جميلا. نرفع عقوق الضراعة والعجز والافتقار والذل والانكسار يا ربنا يا رب السماوات والأرض ويا إله السماوات والأرض يا قدير يا الله. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله لا علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وأقيموا الصلاة.